أنتم في الاستماع إلى إذاعة الديوان من صفاقس. القسم الثاني من يصير علينا اليوم كما تعرفوا الناس الكل. حكيت على أكبر قضية، قضية تدليس بطاقات التعريف، قضية مليارات منهوبة بعقود مدلسة. قالوا لي وبالحق تأكدت أنه أكبر قضية في تاريخ تونس من اللي صارت. حبينا تمنينا نجيبوا الحالات هذه اللي تم التحايل عليها، لكن ما نجمناش. دونك معنا عبر الهاتف نور الدين الماجري المكلف بهذه القضية. دكتور محامي استاذ، مساء الخير. مساء الخير. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. سهرناك سهرناك. ما شكرا، ما فهمش حتى شيء. شكرا. انا حكيت ممكن في كلمتين على الحكايه، ولكن نحبك انت توا تبدا لي العصابه اذا كان معناتها مانيش غالط في كلامي، اللي قاعده اللي نظمت الحكايه هذه. نحبك تحكي لنا الحكايه كيفاش بدات، كيفاش تحركوا، وكيفاش تمت هذا التدليس. اكيد. المنطلق نتاع القضيه هذه كانت سنه 2009 بانطلاق ابحاث في خصوص احد المشتبه بهم، بتقدم احد الاطراف بقضيه في موضوع التدليس. وتبين من خلال الابحاث وانه هناك شخص تقدم احد المشترين راغب في شراء، واعلمه انه فما 2000 متر بمنطقه مونبليزير، والمبلغ المالي كان المتفق عليه بعد اخذ ورد 2 مليارات بالدينار التونسي. هذا وقتاش استاذ، وقتاش بالضبط صارت الحكايه؟ هذا منطلق سنه 2009. 2009 باهي. 2009 اواخر، بالتحديد شهر سبتمبر. 2 مليارات 2000 متر في مونبليزير في تونس. في مونبليزير، في موقع معنا استراتيجي، تنجم تقول انت حتى استراتيجي. ما راهو الشخص هذا بعد ما مشى لإدارة الملكية العقارية بتونس لتحرير العقد وبداية الأشغال باش يعمل معناها منازل سكنية، تقدمت امرأة وصرحت للمشتري وأنه هذه الأرض على ملكها، ولم تفوت بتاتا بالبيع في ذلك العقار. يعني السيد اللي شرى الأرض هذية ما شريهاش من ملكة العقار. ايش كانت العملية لنا؟ الأشخاص هذوما يمشيوا يتصلوا يشوفوا الأراضي، خاصة ما تكونش مشيدة في البناء وفما منازل. ياخذوا الرسم العقاري من إدارة الملكية العقارية، يتعرفوا على الهوية الكاملة المنصوصة في النسخة المجردة للرسم العقاري. تكتيك كبيرة شفته. أي الاسم الرباعي، عدد بطاقة التعريف، تاريخ الولادة، ثم سامحني بالله استاذ، بالله دقيقه بركه، كيفاش ينجموا يوصلوا المعطيات كيما هكاك اللي هي معطيات ما تخرجش للناس الكل؟ انا هذا اللي نعرفه معناها اليوم. معطيات هذه المساله هذه من المؤسف، وان بعض الاشخاص في اداره استاذ ما سمعتش هذول نوعيه المكالمه. عاود لي سامحني، انا قلت لك مش اي انسان ينجم يعرف ملكيه العقار هذه شكون. الناس هذم كيفاش وصلت للمعطيات هذه؟ شكون هذوما الناس هي عصابه محترفه في هذه المسائل. يعني فما شكون فوت لهم في المعطيات هذه ولا هما وهو كذلك، معناها بالمعرفه نتاعهم، لانهم اشخاص يعتبروا نافذين. هكا فهمتك. اي معلومه تصلهم. هكا فهمتك. به ياخذوا الاسم الرباعي. يتم بعد ذلك يختاروا مثلا اذا كانت انثى، يختاروا هويه انثى بطبيعه الحال في هذه القضيه. معك استاذ، نسمع فيك. مشاو الواحد شخص بينت الابحاث وانه هذا مهندس في الاعلاميه، تمكن من صنع آلة خاصة لافتعال
بطاقات التعريف الوطني. يعني العصابه ماشيه وتكبر من اللي يعطيهم المعطيات للاعلاميه المختص. وثمن البطاقه التعريف هذه قيمه 20,000 دينار. 20 مليون باش يطلعوا بطاقه تعريف. 20 مليون باش يطلع بطاقه تعريف عند المهندس في الاعلاميه. هذا العقار 2 مليارات اكيد. يتوجهوا بعد تجي امراه ذات الهويه المنصوص في شهاده الملكيه والرسم العقاري، ويتوجهوا الى اداره الملكيه العقاريه في عند معناها المحرري العقود، ويتم بعد ذلك تحرير العقد بصفه قانونيه. بالطبيعه السيد محرر العقد في اداره الملكيه العقاريه ما عندوش حتى مسؤوليه، لانه جاء شخص عنده شهاده ملكيه ونسخه مجرده وجاء بطاقه تعريف وطنيه تثبت وانه هو نفس ذلك الشخص، لكن الاختلاف على مستوى الصوره فقط. الصوره اللي هما زوروها بدلوها بطاقه تعريف. وهو كذلك. به تم تحرير العقد ثم موقع، وانه المساله هذه تعديت على اداره الملكيه العقاريه محرر العقود، ثم يتجهوا لأن وسيله الخلاص تمت بالشيكات، يتوجهوا ويفتحوا حساب في بنك، ويتم انزال الصك المشهود باعتماده، ويتم السحب. جبدوا الفلوس. جبدوا الفلوس 1.5 مليار، بقات 500,000 دينار. كي بلغت المعلومة للمتضرر وانه توجهت المرأة هذه في القيام بالاشغال، صرحت له قالت له انا راني ما ابرمتش معاك حتى عقد، ما نعرفكش، وما مشيتش انا اللي درت الملكي، ما نعرفكش، ما بعت لك حد شيء تنطلق الابحاث من الطاف الله، وانه فرقة الابحاث الاقتصادية الفرقة الوطنية بتونس مشكورة تتصدى الظاهرة هذه، لكن من المؤسف وانه الاموال هذه مشات لمصدر غير معلوم، ويتم ايقاف الاشخاص. والفلوس وين تو؟ ويبقى المتضرر الى تاريخ الحين. أستاذ، والاموال هذه مشات معناها. يعني مشات، يعني هما لما وقفوهم توا وفي البحث كي كان موجود يقول لهم الفلوس وين كانت الفلوس؟ يعني ما فماش اعتراف على مكان الاموال. ما فماش اعتراف على مكان الاموال. ما فماش اعتراف على مكان الاموال. ما نعرفش انا، ممكن العصابه ولكن المساله هذه ما تعدتش في عمليه واحده، بعمليه حسابيه بسيطه. كيفاش استاذ؟ احكي لي. نجيو احنا المساله الثانيه، تزيد تقع في المساله الثانيه قضيه اخرى مماثله. تعهدت بهذه القضيه المحكمه الابتدائيه في ارياء، نفس الموضوع ونفس الاطراف، قضي في شأنهم ابتدائيين بالسجن مدة 20 سنة. ثم أحد الأطراف له شقيق له، صاحب الأطراف عنده شقيق، شبيه؟ عنده شقيق خارج السجن، هاي يقوم ب 15 عملية أخرى مماثلة في التحايل وكذلك في التدليس، ويتم الدفع نتاع الاموال هذه. ونفس المساله الاموال هذه ما يتمش حجزها كيف. استاذ نور الدين معنا المحامي سي بسام، يحب يسالك. مرحبا استاذ. مرحبا استاذ. مرحبا. حبيت نسالك مثلا العمليه هذه قداش تكررت من العصابه هذه جمله؟ عندك شي فكره؟ فما 30 قضيه مماثله. 30 قضيه مماثله. به يعني هذا ايشانتيون مازلنا. تتبعات بخصوص اللي موجودين في اداره الملكيه العقاريه وين وصلت؟ اداره الملكيه العقاريه تقول انا غير مسؤوله. به هذا بخصوص لا انا نسال بخصوص تسريب المعلومات. تسريب المعلومات. اي الاشخاص هذوما. ايوه الاشخاص هذوما
معناها تنجم تقول انت متمرسين باحكام شديد في هذه المسائل معناتها على مستوى لا اثر فماش اثر ما يعطيوش المصدر ما يعطيوش مصدر قاعد مخفي لحد الان لحد الان مش معروف السيد اللي يقوم بالعمليه هذه من داخل الاداره الملكيه العقاريه بقي مخفيا. دوسيه كبيره. باهي 15 قضيه مماثله 30 عمليه تحايل حسب ما قال لي. عفوا استاذ، بالنسبه لبطاقات التعريف والمهندس اللي قام بها والآلة اللي قام بها، هنا نطرح سؤال معناتها لهذه الدرجه معناتها التدليس كان بتقنيه كبيره ياسر 20 مليون حتى هي. لا بطاقه تعريف معناتها بالخاصيات نتاعها معناتها معناتها كي تشوفها معناتها ما فماش ديفيرونس معناتها. باش نعطيك تصريح وي. احنا اطلعنا على المحجوز معناها بصفه شخصيه. لا يمكن التمييز بين بطاقه التعريف الوطنيه المفتعله وبطاقه التعريف الاصليه. معناتها هنا نرجعوا تولي حكايه كبيره ياسر معناتها. شنو كبيره يا سيدي؟ معناتها بطاقه تعريف اي معناتها مهندس يلزم اذا كان في تونس اليوم في 2014 انا ما احناش وين؟ ما احناش في التسعينات. الشروط نتاع المتوفره في بطاقه التعريف واش تعرف الاصليه مش الاصليه فهمت. اصبح نصرح لك تصريح اخر. اصبح كل مواطن في تونس مهددا باش النهار من الايامات تروح لدارك يقولوا لك السلام عليكم، تلقى انسان اخر شاغل لك المنزل نتاعك يقول لك سامحني انا شريت دارك من عند فلان الفلاني. بالطبيعه انت شنو اللي يثبت الهويه نتاعك معناتها يجي واحد يقتلك وفهمت يشد بلاصتك وبالهويه نتاعك معناتها واضح. باهي توا استاذ حكموا عليهم 20 سنه سجن. انا السؤال اللي يطرحوا اي مستمع علينا، شنو يعملوا الناس هذوما؟ مش عارف شنو يخدموا، شنو اعمارهم، نساء رجال، شنو ما هما الناس هذوما؟ غير ذكر اسماء ولكن شنو يعملوا في الدنيا؟ هل عندهم سوابق زاده؟ فما رجال اعمال سامحني، رجال اعمال معناها رجال اعمال عندها فلوس وعندها نفوذ في البلاد. رجال اعمال وعندهم فلوس. يصير علينا يصير به. رجال اعمال عندها فلوس وشنو ياخذ؟ ثم نساء مثلا. العنصر النسائي موجود استاذ يبدو المكالمه موجوده. استاذ تسمع فينا؟ مش مشكل، نعاودوا نتصلوا بالاستاذ. انا بهت بصراحه 20 مليون بطاقه تعريف، رجال اعمال. تعرف معناها رجال اعمال. اذا احنا نرجع لكلام الاستاذ الزميل المحترم، معناتها 30 عمليه، اذا كل عقار معناتها ما نقولوش احنا كلهم عقارات بقيمه 2 مليارات، لكن اراضي في تونس ورسوم عقاريه اكيد انا مش تتجاوز عتبه ال 200 مليون. باهي ناخذوه اذا كان نعاودوا نتصلوا به. محمد استاذ، فما مشكل في الريزو، ورجعنا تو في المباشر. حبينا نسالوك، هل فما العنصر النسائي موجود معناتها؟ موجود العنصر النسائي. يصير علينا رجال اعمال وعنصر نسائي. موجود العنصر النسائي ومن الموظفين العموميين زاده. يعني اغرب قضيه، وذولي اكبر قضيه، مانيش غلط كي نقول اكبر قضيه تدليس في تونس. اكبر قضايا تدليس في تونس واختارها هذه وتمس حتى بالنظام العام. يعني مؤخرا تم الكشف عن القضيه هذه استاذ. هي المنطلق كما حكيت لك معناها ابتداء من سنه 2009. واخر عمليه تمت في جويليا 2014. ينشطوا مده. والعلاقه ما بين الموقوفين لسنه 2009 والناس اللي تم ايقافهم في سنه 2014 عندهم قرابه ما بين بعضهم كل.
عفوا أستاذ، يبدو لي أنه في المرحلة الأولى معناتها المهندس اللي قام بصنع الآلة هذه اللي تصنع بطاقات تعريف هذا تشد من الأول ولا معناتها مازال بقي بحالة صراحة؟ شنو تقدم مطلب وتم قبوله؟ بقي بحالة سراح ولم يتم إيقافه. لا ما فهمتش توا يعني في حالة سراح ما فهمتش أنا. موجود بحال سراح. بناء على مطلب عادي معناتها مطلب في سراح وتم لا ما تمش، تم ذكره في الأبحاث. معناتها ما شدوهاش بالكل عابرة، صفة عابرة ذكر اسمه فقط. اكتشف السيد قاضي التحقيق بالمتعهد بهذه القضية هويته، وأبقي عليه بحالة السراح إلى تاريخ الحين. موجود هذا الشخص مش متخبي. موجود. قضية غريبة برشا. المشكل اللي يقعد ديما صاير، احنا توا توانسه نخافوا على روحنا يا خويا، اللعبه ماهيش سهله. اليوم قاعد في داري ينجم يجيني واحد غدوه يقول لي راني شريتها من عند سي فلان، وشكونك انت؟ وامر غير مستبعد وارد. هل السلطه المعنيه اليوم تحركت؟ مانيش عارف انا تو كي نسمع اخبار كي هكايا كان نقول لا غريبة انهم يعرفوا الشخص معناتها اللي يصنع الآلة ومعناتها في حالة سراح وما تمش. فما اشخاص بحالة سراح، فما اشخاص موقوفين، فما اشخاص بحالة فرار، والاشخاص هذوم من المؤسف يعجز السلطات الامنية ايقافهم، لانه شخص واحد يتحوز على ما يقارب 10 هويات. يعني الشخص الواحد عنده 10 بطاقة تعريف. 10 هويات. يجيك يقول لك اليوم اسمي محمد علي، بعد يجيك يقول لك انا اسمي احمد، بعد يجيك يقول لك انا اسمي مثلا فلان، ويجيك بعد ساعتين يقول لك انا اسمي فلان، وبعد يجيك بعد 3 ساعات مضمون الولادة يعني كيفاش؟ انا اسمي فلان. أستاذ المضمون الولادة ما عندوش مفعول، يعني نعرف كل إنسان عنده مضمون ولادة. عنده مضمون ولادة، لكن أي دورية أمنية بالنسبة إلى رجال الأمن مشكورين. أي مواطن باش نطلب، أنا كرجل أمن باش نطلب بطاقة تعريف وطنية، نعدي على النظام الآلي باش نلقاه اللي هو ماهوش محل تفتيش. معناتها هما محل تفتيش وما يجموش يشدوهم. هو مثلا في محل تفتيش بالهويه الاولى. باهي بتصور يا استاذ، بتصور كي نعملوا احنا تفتيش، بتصور نهبطوا له تصويرته، هذايا محل تفتيش، خاطر التصويره ما نجمش نبدلها، نعرفوا التصويره الاولى احنا هكا ولا هذا اللي نعرفوا. صحيح، لكن هو ديما التصويره اللي في البطاقه التعريف الاولى الأصلية ما نتصورش صغير في العمر ما تنجمش في المسألة هذه. ما تنجمش. حكاية غريبة برشا أستاذ. عجزت أنا بصراحة. لعبة بطاقات التعريف و20 مليون ورجال أعمال أنا كل شيء حطيته على جنب. فهمتها. الأراضي والتدليس العمليات هذه موجودة دور الدولة، لكن البطاقات التعريف والآلة نتاع صنع بطاقات التعريف أمر خطير جدا. معناتها السيد هذا يجم كيما يصنع لك آلة يجم يصنع لك 100 آلة. سي نور الدين، واضح ولا؟ نعم. شكرا ليك على الإيضاحات هذية. تفضل، مع شكر خالص. شكرا ليك، الله يخليك. ما نعرفش انا ليلتك زينه، يعيشك. تحيه الى كل المستمعين. نهارك طيب استاذ، ليلتك زينه. مع الشكر. شكرا ليك، الله يخليك. انتم في الاستماع الى اذاعه الديوان من صفاقس. انتم في الاستماع الى اذاعه الديوان من صفاقس.